تعالوا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. السلام عليكم يا جماعه. معلومات جديده بخصوص قضيه الدكتور ضياء العوضي. وانا بطلب من اي حد عنده معلومه، عنده رساله، عنده اي حاجه تفيدنا توصلنا للحقيقه، يبعت على طول، ويبعت لاي حد. المهم ان الحقيقه تتنقل. وانا وهبت نفسي ان انا هقف كاخ. انا اخوك يا دكتور ضياء، انا اخوك، وانا مش هسكت للي يعرضك ولا يجيب سيرتك. اي حد يجيب سيرتك مش هسكت له، وهطلع ارد على الافاقين والكذابين والمنافقين، شياطين الانس اللي بيقلبوا الحقائق، اللي بيهاجموا الراجل بعد ما مات. انا اخوك يا ضياء، انا اخوك يا دكتور ضياء، ومش هسيب حقك، ومش هسكت، ومش هسمع لحد يجيب سيرتك. هقول لكم بقى شويه معلومات جديده. عارفين مين اللي حجز هيلتون جميره للدكتور ضياء العوضي؟ الدكتور زياد عادل، هو اللي حجزه اليومين بتاع هيلتون جميره. تمام؟ طب عارفين مين اللي راح وداه؟ مين اللي خده من السكن اللي كان طول عمره عند زياد عادل وداه هيلتون جميره؟ السواق بتاع زياد عادل. تعرفوا ان زياد عادل كمان كان متابع ضياء العوضي لحد الاوتيل، ولما راح الاوتيل دي معلومات انا ولا بقول ده معلومات، ولما راح الاوتيل الدكتور ضياء العوضي اكتشف ان الباسبور بتاعه مش معاه، فكان هيمشي. لكن زياد قال له لا خليك ما ترجعش وبتاع، السواق هيجيب لك حاجه. رجع السواق بسرعه جاب له الباسبور وعمل له تشيك ان في الاوتيل. ليه التصميم ده؟ انا مش هسيب حق الدكتور ضياء، الله يرحم علمائنا. انا احتسب عند الله، انا بحتسب ضياء ده الدكتور ضياء العوضي عالم بمعنى الكلمه، واللي بينتقدوه ابحثوا بره، ما حدش يتكلم عن الراجل، الابحاث بتاعته بره اوكسفورد. كلموه اوكسفورد. اللي هيجيب سيره ضياء العوضي مش هرحمه، مش هسيبه. يا افاقين يا منافقين، الموضوع ملوش علاقه بالسياسه، القضيه مش سياسيه، ولا ليه علاقه بدوله الامارات، ولا ليه علاقه بدوله مصر. هنحط ايدينا على المهم. الله يرحم علمائنا اللي اختاروا من الموساد الاسرائيلي اللي بيختار علمائنا. تمام؟ عرفتوا الموضوع رايح فين؟ الموضوع ملوش علاقه بالشعب الاماراتي ولا المصري ولا غيره ولا السياسيين ولا الدوله. الموساد يا جماعه اللي اختار علماء كتير، علمائنا اللي رحمهم الله جميعا الموساد قتلهم. ضياء العوضي واحد منهم، واصابع الاتهام للموساد. وعايز اعرف زياد عادل مين شركائه، وهل فيهم حد من اسرائيل ولا لا؟ الموضوع كبير، وانا كلامكم وضغطكم وتشويهكم لضياء العوضي هو اللي هيخليني استمر. انا مش بتاع سوشيال ميديا، الكلام ده الهجوم ده هو اللي هيخليني استمر، ومش هسيب حقك يا دكتور ضياء الى ان يتوفاني الله. لما اموت خلاص، بس برضه هيطلع اللي يكمل الرساله. مصر كلها رجاله، والمسلمين رجاله، والأقباط رجاله، اخواتنا، مفيش فرق بيننا وبينهم. لكن الموساد مش هسيب حقك يا ضياء.